اللي هي طبعا تبع الاتحاد الكورة. هنلغي الكولينج بريك، الووتر بريك في الماتشات. ملوش لازمة يعني نقف في الدقيقة 30 أو في الدقيقة 75 عشان اللعيبة تشرب. يعني هو نظريا الكلام ده كويس، يعني ان الطقس كويس الدنيا حلوه، فنظريا انا معاك، ولكن يعني عمليا على ارض الواقع يعني هو هيضرك في الكولينج بريك. يعني اللعيبه اللي بتجري ديت لو وقفت دقيقه شربت، يعني دقيقه واحده، يعني هي يعني واقل من دقيقه، يعني هيضرك في ايه يعني؟ يعني احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نبعد عن اي حاجه ممكن تخلينا آه، او اسباب ممكن تؤدي بينا لكوارث في ملاعبنا، بعد قصة احمد رفعت الله يرحمه وغيره. بعد احمد رفعت برضه في اكتر لعيب وقع في الارض. طب ليه؟ وقصة احمد رفعت بعيدا بقى عن الحاجات النفسية والضغوط النفسية، برضه كان الجو لطيف، كان الجو كويس، كنا في شهر رمضان. اه ساعتها الاكل مش مظبوط او طلعت المبررات ديت او طلع الكلام ده، لكن في الاخر الجو كان كويس. فانت يعني ليه بتلغيه؟ يعني انت هتضرر في ايه؟ انت كماتش او هيتضرر في ايه؟ يعني ايه الضرر اللي هيقع عليه لو الدقيقه ديت او الدقيقه؟ انا احيانا في حكام بتسمح على فكره تلاقي الوقت ده طول اكتر من كده، يقعد دقيقه ونص، يقعد دقيقتين، حاجات غريبه. لكن انا الزمهم بدقيقه واحده واللعبه ترجع تاني. طب ما احنا بنشوف حكام بتسيب اللعيبه تضيع وقت على حسب الضغوط الجماهيريه. لو حكم بيلعب في ماتش جماهيري من طرف واحد تحديدا، والماتش دوت على يعني فوقيه جماهير الفريق صاحب الأرض، فريق صاحب الأرض مثلا كسبان وعايز يضيع وقت، بيخليه يضيع وقت. ما احنا بنشوف الكلام ده يعني. ليه ما بنقفش عنده؟ دي حاجة. بنشوف تضييع وقت الحراس المرمى، ليه ما بنقفش عنده؟ شوف أندية بتخبي الكور، ليه ما بنقفش عندها؟ بنشوف لعيبة بتخرج في تغييرات بتقعد ساعة قبل ما بتطلع، ليه ما بنقفش عندها؟ شوف حكم رابع مش عارف يرفع اللوحة بيقول التغييرات امتى، ليه ما بنقفش عندها؟ نقف عند الحاجة اللي هي ممكن إنها يعني تنهي حياة شخص مثلا أو لعيب. ليه يعني؟ يعني إيه الفايدة إن أنا ألغي الكولينج بريك أو الوتر بريك ليه؟ ما أخليه. يعني حاجة غريبة جدا.